الأفلام المتحركة للأطفال هي نوع سينمائي مصمم خصيصا للجمهور الصغير، غالبا ما تتميز بقصص بسيطة وشخصيات جذابة وألوان زاهية. تهدف هذه الأفلام إلى الترفيه والتثقيف، وغالبا ما تحمل رسائل إيجابية حول الصداقة والشجاعة وحل المشكلات. تستخدم الأفلام المتحركة تقنيات متنوعة، مثل الرسوم المتحركة التقليدية ثنائية الأبعاد، والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد بالكمبيوتر CGI، وتقنية إيقاف الحركة. تعتبر أفلام مثل حكاية لعبة والبحث عن نيمو وملكة الثلج أمثلة بارزة حققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم. يمكن أن تكون هذه الأفلام وسيلة رائعة للأطفال لتوسيع خيالهم وتعلم دروس قيمة في الحياة. يعود تاريخ أول فيلم رسوم متحركة للأطفال إلى عام 1908، ومنذ ذلك الحين تطورت هذه الصناعة بشكل كبير. هناك حوالي 53 فيلم رسوم متحركة يتم إنتاجه كل عام.